السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم سعيد من قناة مشاريع بلادي. اليوم غنشوفوا الأشغال ديال ملعب مولاي عبد الله بالرباط فين وصلات. نتلاقاو بعد الفاصل ونشوفوا الأشغال فين وصلات. مرحبا بكم اخوتي من جديد. كما كتشاهدوا اخوتي تصوير ديال الملعب راه الحمد لله راه غادي بواحد الوتيره سريعه ديال مولاي عبد الله. راه الملعب راه خدامين فيه مزيان، مبازين عليه، عاطينو لاطاك باش يكون واجد لكاس افريقيا المقبله ان شاء الله في بلادنا 2025. وراه ديامات كما كتشوفوا راه اللجنات راه بداو كيجيو ديال الفيفا وهذا يراقبوا المنشآت باش يشوفوا كل كبيرة وصغيرة قبل انطلاق المنافسات. اما بالنسبة للمتتبعين اللي كيقول لك الملعب راه ما غيكونش موجود في كاس افريقيا، ان شاء الله راه غيكون موجود. راه اشغال غادية بوتيرة سريعة تبارك الله، راه الناس خدامين بالليل والنهار وغيكون موجود. راه شوفوا شتان بين الماضي والحاضر. راه شتو الخوت راه الملعب تهدم كامل ودابا راه غاديين في واحد الاشغال كبيرة كما كتشاهدوا. المنصة الشرفية راه بداو فيها الاشغال مكثفة دابا حاليا باش يوجدوا هذا. اما بالنسبة للتفاصيل ديال الملعب راه هادشي كنخلو للتقنيين هما اللي كيفهموا، وكاينه واحد القناة بحال صرح الهندسة واحد المصري راه هو اللي كيفهم في هذا الشيء التقني ديال الملاعب. راه هو كيشرح اشنو كاين في الملعب وشنو. اما بالنسبة لينا حنا راه كنكتفى هو بالتصوير فقط. وبلا ما نطول لكم الخوت، ما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس والاعجاب بالفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله.